تخيل معايا كده صديقي ان انت سفاح ومحدش يعرف ان انت سفاح، لو كمان كل شخصيه بتقتلها بتنتحل الشخصيه بتاعتها ومدوخ الحكومه وراك. فيا ترى يا صديقي ايه اللي هيحصل معاك، ويا ترى هيتقبض عليك ولا لا؟ فاعمل لايك واشتراك ويلا بينا. ده جاب الراجل محترم وطيب، وكان بيحضر الاكل للسواق اللي جاي عشان ينقل التلاجة بتاعته. محترم يعني وبيحضر له الاكل، راجل طيب. ولما بنفتح التلاجة يا صديقي بنلاقيه مخلل مراته جوه التلاجة. اللي زعلني منه صديقي انه مش مغطيها ومش ملبسها حجاب وهي جوه التلاجة. انا زعلان منك يا جاب. طبعا يا صديقي بيقفلها عشان ما حدش يشوف مراته طبعا وهي جوه التلاجة. وبعد كده بيجوا بيحملوا التلاجة وبيشوفوا عم محمد وبيقول له انت هتعزل من هنا ولا ايه؟ لكن جابر بيقول له ما تقلقش يا عم محمد، انا مش همشي من هنا، انا قاعد لكم فيها. يعرفوا جابر ان دي شويه حاجات قديمه وكده ينقلها للشقه التانيه، وبيدوا له الدواء اللي كان الراجل بيدور عليه وما بياخدش حقه. شفت يا اخويا الاحترام. بعد كده بيروح بقى الشقه التانيه عشان يحفر ويدفن مراته. بيرن ابو مراته صديقي عليه وبيعرفه انه قلقان جدا على بنته. بيقول له ما تقلقش انا رحت القسم وبعمل بلاغه. هو فعلا بيعمل بلاغه صديقي. ولما بيخرج صديقي من القسم بيمسك تليفون مراته وبعت رساله لابوها على اساس ان هو ايه خانته وكده يعني وهربت. دماغ بنت جنيه يا صديقي، حتى ابليس ما فكرش في فكره زي ديت عشان يشيل الشبهه من عليه. بعد كده صديقي جابر بابا قاعد مع واحده تانيه، وبابا منتهى الاسم واحد اسمه موحى صديقي. وبابا قاعدين مع بعض طبعا وعاجب لها اكل وبتاع، بس رابطها بسلسله في رجلها زيها زي الكلاب بالظبط، ما تفهمش ليه. بس هي بتبقى مبسوطه قاعدين مع بعض بيتكلموا وبيحكي لها ان هو قتل مراته وكله زي الفل يعني، والامور ايزي يعني. بيروح لامه البيت يا صديقي وبيبدا يسالها عن بنته. بتقول له احنا مالنا ومال بنتك، بنتك اللي خاينه. وطبعا هو بيتضايق من كده وبيبدا يقول لها انت رد سجون وبيشتمها يعني من الاخر. بعد كده بيروح جابر يا صديقي، امه بتبدا انها تتخانق معاه وتشتم فيه. تبدا يا صديقي انها تزعله وتشتم فيه بسبب الكلام اللي اتقال لها، وهو ملوش ذنب بس هي بتشتم فيه وقاعد يراضي فيها. وطبعا بتبقى امه متحكمه في حياته بشكل غريب جدا، وبتقول له اقعد عدل يا ابني وانت قاعد، وبتظبط له قعدته وبتقول له عشان تبقى راجل كمن والشغل ده بقى المقدم حازم احفظه عشان هيبقى معانا كتير. ودوت ابنه حمزه يا صديقي. طبعا حمزه وابوه عايشين مع بعض لانه مراته توفت يعني وكده، وبتبقى علاقته مع ابنه مش احسن حاجه لان هو شخصيته شديده وكده ومدلع ابنه شويتين. وابنه عشان الدلع دوت يعني، فانت اكيد يعني عارف ان بعد الدلع ده ايه. عرف حازم ابنه يا صديقي بيقول له ان ستك اتصلت وكانت عايزاك وانا رفضت لان مفيش حد فاضي يوديك. فطبعا ابنه بيتعصب وبيقول له انت مين انت عشان تاخد القرارات عني وكده. وبابا متضايق يعني انه بيعامله زي عيل صغير ومش عايز يسيبه يسافر لوحده يعني. روح بقى المصنع يا صديقي، وصاحبنا في المصنع اسمه يوسف. ياه الواد ده معاه اسماء كتير جدا. وبيبقى كل الناس يا صديقي اللي في المصنع بتحبه جدا، هو محبوب حتى عند صاحب المصنع يا صديقي. تكون مرات صاحب المصنع يا صديقي معاهم في المكان وبتبقى عايز تمسك اداره المكان، بس هو بيبقى رافض عشان لسه بدري عليها وكده. فبيسال جابر بيقول انه بيأيد رايه عادي جدا. وبعد كده يا صديقي بينتقل بينا المشهد ان هي عند جابر بيكون محضر لها عقد محل ملابس يا صديقي اللي هي كانت نفسها تفتحه وكده، وبتبقى مبسوطه جدا. بيقول لها يلا شد انت عشان جوزك جاي يشوفني. بتقول له ايه؟ طبعا بتلم حاجتها وبتطلع تجري عشان تخلع، بس طبعا ما بتلحقش يا صديقي وبتستخبى في الاوضه. وهما بيطلعوا يقعدوا فين؟ على السطح. طبعا الموضوع مش مختلف، هو كمان بيخونها مع بنات كتير يا صديقي، وبيكون مدي التليفون لجابر عشان يمسح الصور اللي عليه وكل حاجه يعني، بيخفي الجريمه. طبعا صاحبنا مش سهل، بينسخ الصور يا صديقي على اللاب بتاعه، وطبعا بيقول له كله زي الفل وكله تمام. والراجل طبعا مش فاهم اي حاجه. يكون المقدم حازم يا صديقي بيحقق في القضيه اللي مخطوفه البت زينه اللي انا قلت لك في الاول ان هو ايه حابسها في الاوضه وكده. اخيرا بيشوف باصص امل رقم العربيه اللي اتخطفت فيها البنت. على الناحيه التانيه يا صديقي بيروح جابر لزينه في الفيلا يا صديقي، وطبعا بيبدا يخليها تبعت رساله لاهلها باكونت فيك وكده عشان يطمنوا عليها، وبيخليها تكلمها. وطبعا بيبقى واقف قدامها عشان لو قالت حرف كده ولا كده بيستدعي المقدم طبعا يا صديقي اهلها، وبيبداوا ان هم يقولوا له ان هي كانت عايزه تمثل وكده. بس ابوها كان رافض طبعا الموضوع وما بيحبش القرف دوت يعني وكده، بس جالها دور هي وصاحبتها. وطبعا ابوها كان رافض الموضوع ده يا صديقي، ده مش رافض انها تمثل بس، ده راح دبي كمان يعني. فالمهم ان امها بتاكد الكلام دوت. بيجي الدور على اختها سلمى يا صديقي، واحفظ الاسم ده عشان هنحتاجها بعد كده. وبتبدا تقول نفس الاقوال لابوها وامها قالوها، بس دي بتزود ان ابوها ضرب اختها يعني عشان الموضوع ده كده. وهي خدت شنطتها ومشيت. لما مشيت هي راحت دبي. طبعا بيسالها عن جوزها وبتقول له انه متجوز واحد بيشتغل في الاستيراد والتصدير، بس هو بيسافر كتير عشان كده ما جاش معاه النهارده. فبيقول لها عرفيني ويجي لي. وبعد كده صديقي بتيجي نتيجه التحري عن العربيه، وبتطلع العربيه متأجره ببطاقه مضروبه عشان كده ما قدروش يوصلوا للي جايبها. بيروح جابر يا صديقي لمرات صاحب المصنع بنقاب وكده وبيعرفها انه قتل جوزها، ودي بتفرح جدا وبتقول له تعالى تعالى. وبيبقى جايب لها سلسله وبيقول لها تعالى اما البسها لك، وبيبدا انه يخنق فيها يا صديقي. لا وكمان بياخد تليفونها وبيبعت لجوزها ان هي عرفت عن موضوع الصور وكده، وبيقول له تعالى للبيت دلوقتي. وبيكون فتح واتس جوزها يا صديقي عنده، بيبدا انه يفتحه ويبعت للبنت اللي هي معاه صورها وكده يعني انها ما تكلموش دلوقتي عشان مراته عرف. يا سلام. وبتبقى الخطه دي يا صديقي عشان يلبسه قتل مراته. لو ما فهمتش يا صاحبي فهو اول حاجه قتل مراته، بعد كده خد تليفونها وبعت لجوزها ان هي عرفت كل حاجه وكده وانه يجي لها دلوقتي. وهو بعت للبنت اللي معاه ان هو مراته عرفت وكده، فهو هيروح الشقه طبعا يموت مين؟ مراته. فالجريمه لابساه حتى لو هو ما عملش حاجه. بيطلع ان جابر كان بيحب زينه يا صديقي، وزينه دي اخت سلمى. وطبعا هو عشان ما قدرش يوصل لزينه وكده راح اتجوز سلمى عشان يقدر يوصل
يوصل عن طريق مين؟ لزين. مش بقول لك دماغ حتى ابليس ما يفكرش فيها. روح لواحده اسمها نورة صديقه وصاحبنا مفهمها ان اسمه حسن وطبعا متقدم لها، بس هما لسه هيقولوا لوالدها، وطبعا البنت بتحبه وهو بيحبها المفروض يعني، وما عارفه يعني وكده، بس لسه هيقولوا مين لوالدها. طبعا جابر مفهمها انه ما عندوش شقه وكده، وهي بتقول له ان ابوها زمانه جاي وهو ما عندوش شقه وكده، وخايفه ان ابوها يرفض. بعد كده بتروح عمة جابر يا صديقي لامه، وبتبقى قاعده في دار مسنين، وطبعا بتبدا تقول لها انها عايزه نصيبها في البيت دوت. ام جابر بتقول لها انت مالكيش نصيب هنا يا بنت انت ويلا امشي. وبتشكله طبعا عمته بتضرب امه، تبدا تهزق في جابر كالعاده يا صديقي، وبقول لها انا هجيبها لك تعتذر. وطبعا الصديقه بتبقى الشغاله عندهم خدت الورث بتاعها 45000 جنيه، وبتقول له خد شغلهم لي، راح للشيطان بايدك، وبقول لها تمام ما تقلقيش اشغلهم لك. بعد كده بيرجع لسلمى صديقي، وبتبقى متضايقه منه لانه كل شويه بياخد منها الفلوس وبيختفي فتره كبيره جدا عنها صديقي، وبعد كده بيرجع لها تاني. طبعا بتقول له على الموضوع بتاع القضيه صديقي وان المحقق عايزه، وطبعا هو بيقول لها زي الفل وبيديها فلوس عشان تفك عنه شويه نص المبلغ يعني. وبعد كده بيروح بقى مين للمقدم صديقي. المهم يا صديقي انه بيروح للظابط، والظابط بيبدا يحقق معاه وبيقول له انه ما يعرفش اي حاجه عن زينه، وانه علايتهم كاي علايه يعني جوز اخته وكده. بيروح لعمته صديقي وبيتفرجوا على فيلم وبيضحكوا وكله زي الفل، وبعد كده بياخدها على اوضتها وبيخلص عليها بالمخده بيخنقها يعني. طبعا بيحضر العزا بتاعها، يا كتر خيره يعني ان حضر العزا الصراحه. روح بقى صديقي المصنع وبيجي له اللي ماسك الحسابات، وبيبدا يعرفه ان هو خد المصنع يعني وكده، صاحب المصنع كتبه له باسمه وكده وكله زي الفل. بيطلب طبعا بتاع الحسابات انه يروح يشوفه، فده جابر بيقول له هو مش عايز يشوف اي مخلوق دلوقتي لانه حالته النفسيه تعبانه والدنيا خربانه معاه يعني. طبعا هو لا كتب له ولا حاجه ولا زفت، وهو مزور الموضوع كله عشان كده مش عايز حد انه يعرف اي حاجه. طبعا بيعمل لهم اجتماع موظفين وبيبدا يقول لهم بسم الله الرحمن الرحيم، انتوا حقكم هتاخدوه زي ما كان الحاج شغال وكده، واللي هتشتغل زياده هتاخد فلوس اكتر، وانه مش هيظلمهم وكده، ونفسهم تتفتح على الشغل بقى. صديقي صاحبنا بتجيله رساله من واحد عارف كل حاجه عنه وما يعرفش هو مين كمان. شكلك انكشفت يا عم جابر. بس هو بيتعامل مع جابر يا صديقي، جابر بذكاء قدر يعرف انه ما يعرفش اي حاجه عن القتل وكده، بيقرر ياجل الموضوع دلوقتي لحد ما يعرف هو مين. اسمه يوسف ده وراه قصه طويله يا صديقي. صاحب جابر كان مسافر في الخليج، ولما رجع يا صديقي طبعا قابل جابر وكده، وبعد كده اختفى. طبعا احنا كده عرفنا مين اللي خلاه يختفى يعني، وانتحل شخصيته كده يعني. بيجي لجابر يا صديقي رساله تاني من الرقم وبيقول له سيب لي نص مليون جنيه وبيديله عنوان. جابر بيعمل كده وبيستخبى وبيشوف ان البت يا صديقي طلعت بنت صاحب الحسابات في المصنع. طبعا يا صديقي بيطلع عليها بالسكينه وبيثبتها، وطبعا دي بتقول له النبي ما تعمل فيها حاجه وانا مش هقول حاجه، ولكن انت بتتعاملي مع مين؟ ده بيعملها كفته يا صديقي وبياكلها. هو ما بيعملهاش كفته، هو بيدق دماغها كانها مسمار حرفيا. راح لبيت ام جابر يا صديقي، والاثنين خدامين شغالين هناك، اللي ادت الفلوس لجابر والتانيه طبعا التانيه بتبدا تلعب في دماغها وتقول لها ده بقاله كتير ما سالش ولا جه اصلا لامه حتى، شكله ياخد فلوسك ويخلع. وطبعا التانيه بتبدا كمان انها تقلق على الموضوع ده. بقى صديقي ابو مراد جابر راح للمحامي عشان بنته اللي بقالها كام شهور مختفيه ديت، وبيبدا يعرفه ان بنته عمرها ما تعمل حاجه زي كده، وانه شاكك في جابر ان هو عمل كده لانها كانت بتشتكي له منه كتير، وانه بيبقى بره البيت كتير وكده، وهي كانت حامل طبعا يعني قبل ما تموت. وبعد كده صديقي بيجي محضر لجابر يا صديقي وبيروح له البيت. طبعا الخدامه لما شافت المحضر قلقت على فلوسها اكتر واكتر من ما كانت قلقانه من الاول، وبيعرفهم ان اول ما يجي يبعته لهم. وطبعا يا صديقي بنروح بقى للمقدم يا صديقي اللي شغال في قضيه يوسف اللي اختفى، يوسف اللي هو كان صاحبه انتحل شخصيته يعني وكده. بيتم التحقيق مع ابوه صديقي، وبيقول ان ابنه بعت له رساله وبيقول ان هو مسافر ومش راجع تاني. بيقول له المقدم حازم ان ابنك ما فيش اسمه ما كانش موجود في اللي سافروا وخرجوا بره مصر، معناها ان ابنك جوه مصر لسه. ام جابر بقى صديقي بتتصل بابنها وبتعرفه المحضر اللي حصل، وبيقول لها تمام ما فيش مشكله، دي اجراءات عاديه يعني ما فيش اي مشاكل. وطبعا البت بتاخد التليفون وبتبدا تقول له انها مزنوقه في فلوس وعايزه الفلوس بتاعتها، فبقول لها انه اشترى بقى بضاعه، فبتقول له هات لي البضاعه اما اصرفها. وطبعا هو اتخانق منها على الاخر وبيقول لها رجع لك الفلوس، رجع لها الفلوس واخد بالك. ترجع تتصل بيت انا يا صديقي، وهو اخر ما بتخانق بيقول لها تعالي لي على المصنع كمان ربع ساعه. تروح للمصنع يا صديقي وده بيوقعها وبيبدا انه يضرب فيها يا صديقي لحد اما البت بتفيص تحت ايده. روح لها السواق عشان اتاخرت يا صديقي، وطبعا مش محتاج اقول لك حصل له هو كمان. وتاني يوم يا صديقي بيجي له بتاع المحاسبات وبيقول له ان بنته مختفيه بقالها كتير وبيفكر ان هو بيعمل بلاغ. فجابر بيقول له لا ما تعملش بلاغ ولا حاجه، لا يفكر الناس انها غلطت مع حد وهربت يعني وكده الدنيا ديت يعني عشان ما يروحش يبلغ. عاد يا صديقي بيرجع لبيت سلمى، وطبعا بتقعد تتخانق معاه زي العاده يعني، بس هو المره دي معهوش فلوس عشان يعني تتبسط وتسكت. تبدا انها تشك فيها صديقي وبتقول له انت ازاي يعني كل ده بتسافر شغل وكده، يعني في زوج بيختفي عن زوجته كل دوت من غير ما يعرفها هو فين ومسافر فين، ومن غير حتى ما يكلمها ولا يعرفها ولا يطمنها حتى. طبعا يا صديقي جابر بذكاء جدا يا صديقي بيبدا انه يطمنها ويعرفها انه بيعمل كل ده عشان يقدر يامن مستقبله ومستقبلها ومستقبل لو حد جه يعني وكده. واثناء ما هو في البيت يا صديقي مع سلمى بيجي الظابط وبيعرفوا انهم يروحوا القسم كلهم عشان يبلغهم بايه جديد في القضيه يعني اللي حصلت يعني وكده. بيبدا صديقي التحقيق مع كل واحد من الاسره، وبيطلع ان طبعا زينه هي المتهمه الاولانيه في القضيه ديت، وبيقولوا ان هي اللي قتلتها يعني. طبعا كمان صديقي بيعرفها ان اختها هنا ما خرجتش من بره مصر، بيبدا يعرفها عشان اختها في خطر، وطبعا بيقول لها وفي حد ارتبط بقى قبل كده، فبتقول له ان ابن خالتها تقدم لها، وطبعا هي ايه رفضت. بيجي دور التحقيق مع جابر يا صديقي، واللي طبعا بينكر كل حاجه وبينكر ان هو ما يعرفش اي حاجه عن التمثيل، ويمكن ان هو ما يعرفش اي حاجه عنها ولا عن
صاحبتها يعني زي الفل وكله تمام. يبدا صديقي المحامي انه يحقق في اي حاجه في القضيه بتاعه اختفاء مرات جابر، وطبعا بيروح بيته بيعرف ان هم عارفين جابر وكل زي الفل الخدامه يعني وكده، وبتقول له ان اسرتهم كانوا مفلسين ومعاهمش ولا جنيه لحد اما جابر اشتغل في العقارات مع يوسف. طبعا بيعرف مين يوسف، وان يوسف نزل من الخليج من كام سنه وقابل نزل عشان يقابل جابر وبعدها اختفى، بس القضيه بدات تبان ملامحها وجابر شكله هيتفضح. طبعا يا صديقي يبقى في شك كبير جدا في جابر، لان كل الناس اللي حواليه واحد واحد عمالين يختفوا في ظروف غامضه. بيروح جابر يا صديقي لصاحب المصنع ومعاه المحامي، وطبعا صاحب المصنع بيشكره جدا ان هو شال المصنع في غيابه، وطبعا تاب وبقى راجل محترم وعايز يكتب المصنع لاخته واولادها. وطبعا هنا جابر هيتفضح لانه مزور ورق وكده يعني، والمصنع هيضيع منه وهيتفضح انه مزور الورق وكده. نروح للمقدمه يا صديقي اللي بيجي له بلاغ تاني طبعا في اختفاء البت الخدامه يعني وكده في نفس منطقه يوسف برضك هي وجابر. وطبعا يا صديقي بيروح جابر لامه، والام بتكون شاكه فيه جدا لاختفاء البت، لان ردوده ما كانتش واضحه يعني وكده في اختفاء البت، وكانت عايزه الفلوس منه وفجاه اختفى. بيقول لها انها هربت مع السواق، وطبعا بتقول له هي فين، فهو ما بيردش عليها فبتدي له قلم محترم. وطبعا بتبدا تقعد مع نفسها كده وتفكر وبتقول ده عمته اختفت بعد ما انا قلت له، وديت اختفت هي كمان. تبدا صديقي انها تواجهه على طول وتقول له انت دفنتهم فين، فما بيردش عليها. وطبعا هي خلاص كده فهمت ان هو اللي عمل كل ده. يروح بقى صديقي المحامي ويراقبوا البت اللي اختفت يعني اللي هي مراته وكده للمحامي اللي هو ماسك القضيتين اصلا من نفس المنطقه اللي هي يوسف والبت اللي ايه الخدامه. وطبعا بيبداوا انهم يفكروا مع بعض ويقولوا له تفاصيل القضيه كلها. شكل جابر اتكشف ولا ايه؟ يا ترى ايه اللي هيحصل في الحلقات الجايه، وهل جابر هيتمسك ولا لا؟